السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سلسلة العودة للمدارس، طبعا الفينو ضروري جدا ومهم يكون عندنا وموجود باستمرار. عملت معاكم قبل كده على القناة الفينو بالدقيق الأسمر وبدقيق الشوفان، والتوست برضو أسمر وشوفان، باجت بالدقيق الأسمر. فالنهاردة هنعمل الفينو بطريقة مغذية للولاد في المدرسة، علشان الولاد اللي ما بيحبوش الدقيق الأسمر أو عامة الفينو اللي لونه بيبقى غامق. هنعمله بطريقة حلوة قوي وسهلة. اول حاجة معايا في المقادير كوباية من الحليب الدافي، وهضيف لها معلقتين صغيرين من السكر، وباكت من الخميرة الفورية. تقدري تستخدمي الخميرة البلدي اللي احنا بنجيبها من الافران، او تستخدمي خميرة بلدي انتي عاملاها في البيت. الخميرة اللي انتي تحبي ان تستخدميها تستخدميها. هبتدي استخدم كيلو من الدقيق بنخله، ودي خطوة مهمة جدا علشان تخلي العجينة هشة وطرية معاكي. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم بس مع بعض يندمجوا مع بعض. وعايزة اوريكم بقى الخميرة انها تفاعلت، وعايزة اقولكم الخطوة دي بتبقى حلوة جدا، احسن من انك تضيفي الخميرة على طول على الدقيق. شايفين ما شاء الله تفاعلت وبقت تمام. هضيف المقدار دوت على المقدار الجاف، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخل، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة. وهبتدي ان انا اشغل عليهم العجين. طبعا العجينة دي تقدري تعمليها بايدك، ما فيهاش مشكلة، سهلة وسلسة، مش محتاجة يعني تفاصيل. هي بس بتتعجن فترة كويسة علشان نعرف ناخد عرق كويس وانتي طالعة الفينو هش معاكي. فانا هنا ضفت كمان نص كوبايه من الميه، تقدري ان انتي تستبدليها بالحليب برضو الدافي. انا ضفت ميه دافيه وبضيفها بالتدريج علشان اشوف الدقيق هياخد معايا كميه قد ايه. ممكن الدقيق عندك ياخد كوبايه وربع، ممكن ياخد كوبايتين الا ربع، فلازم تضيفي بالتدريج علشان تشوفي انتي محتاجه قد ايه. هنا بعد ما خلاص خدت كمية المية اللي هي عايزاها، ببتدي ان انا اضيف ربع كوباية من الزيت، وهشغل بقى العجين لمدة 10 دقايق يعجن العجينة بتاعتي دي. حتى على ايديكي هيبقى 10 دقايق او ربع ساعة. خطوة مهمة جدا علشان العجينة تبقى هشة معاكي وتبقى ما بتقطعش منك، ده مهم جدا. بصوا العجينة عندي طرية وطريه جدا وما بتلزقش، ده اهم حاجه. يعني حتى لو هتلاقي التلزيق، هتلاقي التلزيق خفيفه جدا برضو بتطلع من ايدك، مش اللي هي بتلزق قوي. فدي برضو خطوه مهمه لنجاح الفينو. على شويه دقيق صغيرين كده على الرخامه. وبصوا بقى، عايزه اوريكم العجينه بقى وصلت لحد فين بعد 10 دقايق. بصوا بقت عامله ازاي، عامله زي اللبانه، ما بتتقطعش وناعمه. اهم حاجه تكون ناعمه عشان تديكي نتيجه كويسه. وتبتدي ان انتي تسيبيها تخمر ويتضاعف حجمها. طبعا الوقت قد ايه؟ لا، مفيش وقت محدد، لان ممكن يكون درجة الحرارة عندي غير عندك غير عند غيرنا. المهم ان هي تضاعف حجمها. انا هنا جبت بولة وحط فيها شوية من الزيت صغيرين، ادهنها بيها واحط فيها العجينة وهغطيها كويس، وهسيبها لحد ما يتضاعف الحجم بتاعها في مكان دافي. طبعا انا حطيتها في فرن البوتاجاز من غير ما اولعه طبعا، بس شغلت لمبة الفرن. بصوا بقى هنا بعد ما تضاعف حجمها، ما شاء الله شكلها جميل قوي ويفتح النفس ان احنا نشتغل بيها بجد يعني. بعد كده هبتدي ان انا انزلها بقى على الرخامة عندي واشتغل فيها. انا هنا بقيت اتقطع كور صغيرة، يعني بحجم تقريبا البيضة الكبيرة، علشان انا هعمله صغير. انت عايزاه بقى كبير هتضاعفي الحجم، لو عايزاه اللي هو الفينو الكبير بتضاعفي الحجم على حسب الحجم اللي انت عايزاه. وببتدي ان انا اعمل بقى الكمية اللي انا عايزاها. انا هنا هعمل منه كايزر، وهعمل منه اللي هو الميني فينو او البتيبان زي ما تسميه. مهم جدا وانا بشتغل ان انا اغطي العجين واغطيه بكيس مش بفوطة. الفوطة بتخليه ينشف برضو وشه ويشق، انما الكيس بيحافظ على طريقته. انا هنا هعمل بقى الكايزر، هعمله اللي هو سهل الفتح علشان يبقى سهل معاكي الصبح لما تطلعيه ان انتي تفتحيه حتى بايديك، مش محتاج بقى سكينه والكلام ده كله. انا هنا فردت العجينه طبعا بسمك حوالي 3-4 مللي، وهتنيها على بعض بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهستخدم قطعات، في قطعه كبيره وقطعه اقل شويه. انا هستخدم الاقل شويه لان انا مش عايزه الحجم يبقى كبير، انا عايزه حجم الكايزر يبقى مناسب، ميبقاش كبير. بعد ما قطعت بصوا شايفين الشكل.
دي طبعا رفيعة شوية، تقدروا تتخنوا اكتر طبعا براحتكم. ببتدي اقطع كله وهضيق واحطه في الصاج برضو علشان يخمر. انا هنا عندي العجينة لما قلبتها الوش بتاعها مكرمش شوية اللي انا فردت عليه، فانا هوريكم طريقة تانية يبقى الوش مش مكرمش. بصوا هنا شايفة العلوة قد ايه او الارتفاع بتاعها. لو انت عايزاه اتخن من كده فانت برضو بتخلي العجينة سميكة شوية. هنا بعد ما فردت بقلب العجينة، لان انا لاحظت ان الوش اللي انا فردت عليه اللي هو كان عندي بفرد عليه املس من التحت، فقلبت العجينة بس وابتديت ان انا اطبقها تاني زي ما انتم شايفين كده، بقت طبقتين او رقين من العجين، وهبتدي اقطع. هو تقريبا الحجم اللي انا بقطع بيه ده هو الحجم اللي بيتباع في المخابز، فلو عايزاه اكبر فهتستخدمي القطاعة الاكبر. بصوا شكلها عامل ازاي. زي ما قلت لك لو عايزاه اسمك برضو هتخلي العجينه سميكه اكتر. انا هنا خلصت الفينو خلصت الكايزر وحطيتهم في الصينيه بتاعتي. الصينيه دهناها شويه صغيرين جدا من الزيت، وبرضو هغطي ببلاستيك الاول. تقدري تستخدمي اي نوع بقى، اكياس اللي هي التلاجة او اي حاجه، وبعد كده هغطي بفوطه وهسيبها برضو تخمر ويتضاعف حجمها ضعفين مش ضعف واحد علشان يبقى هش من جوه. هنا بعد ما خلاص اختمر انا هبتدي اجيب حوالي معلقة كبيرة بس من الحليب، ونص معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، وباكت من الفانيليا، وبقلبهم مع بعض. وهضيف لهم بقى البيضة علشان ندهن بيها الوش بتاع الفينو والكايزر. قلبهم كويس جدا مع بعض. ده الشكل بتاعنا والقوام اللي احنا عايزينه. هبتدي بعد ما خمر، بصوا تضاعف طبعا الحجم ضعفين مش ضعف واحد. ولو عايزه تسيبيه اكتر من كده هتسيبيه وهيتضاعف معاكي اكتر. بس المهم ما تسيبوش كتير قوي علشان الخميره ريحتها ما تبقاش باينه قوي في الفينو، بيبقى مش حلوه. فانا هنا هبتدي اشيل يعني انا غطيتها بكيسين، هشيل بس كيس واحد من الحته اللي انا هشتغل فيها هشيلها علشان التانية متاخدش هوا وتنشف مني، لما تدخل الفرن تشقق ويبقى شكلها وحش مش حلو. وهبتدي ان انا ادهن من الخليط بتاع البيضة والحليب والقهوة سريعة الذوبان والفانيليا، ادهن بخفة جدا جدا، لان اي خبطة في العجين هينزلك الهواء وللاسف مش هيبقى حلو، يعني مش هيختمر تاني زي الاول. فبخفة قوي قوي بتدهني الوش بتاع الفينو والكايزر من الخليط دوت. الخليط ده خليط التلميع طبعا بنلمع بيه. ويعني انا مش هحط على الفينو سمسم، بس هحط على الكايزر، فانا هلمع بيه الفينو. في نفس الوقت هنا عندي في الكايزر هتبقى مادة لازقة للسمسم. هبتدي ارش السمسم طبعا الكمية اللي انت حباها. طبعا انا بكتر لان السمسم مليان بالكالسيوم، فبرضه مفيد ومغذي للولد، وبيدي طعم حلو جدا للكايزر او الفينو. وبعد كده هبتدي اشغل فرن عندي حامي جدا على درجة حرارة 220 200. قبل ما ادخل الفرن ببخاخة المية وببخ الفينو والكايزر بتوعي وادخلهم الفرن شغال شواية وفرن، والمروحة كمان شغالة ودرجة حرارة حوالي 220. وهبتدي برضو ان انا ابخ الفينو بتاعي في نص التسوية، يعني هنا ده كده في منتصف التسوية بلف الصاج وببخ برضو الفينو. وبعد ما يطلع على طول وبياخد الوش واللون بتاعنا اللي احنا عايزينه ابتدي برضو ببخه. لازم ابخه بالمية وبغطيه على طول واسيبه بقى شوية يهدى ويطرى معايا، لان بيبقى طالع فرن مش طري، بيبقى وشه ناشف. فلما ببخه بالمية بيبقى اطرى طبعا. ببخه وبغطيه زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكميه قد ايه. عايزه اقول لكم ان دي حوالي 34 قطعه من الكايزر والفينو. بصوا طري ازاي ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا ريحته خطيره ماليه البيت بجد، بتبقى بركه في البيت لما بتخبزي فعلا في البيت بتبقى بركه. بص ما شاء الله يعني طري. وانا عملت شويه كبار شويه وبالسمسم، والصغير اللي هو الميني دوت سبته من غير اي حاجه ساده. وده الكايزر. تعالوا بقى نفتحه. بصوا هنفتحه ازاي بايدينا، بايديا خالص، يعني انا مستخدمتش فيه اي سكينه. ولو كان عندي قطاعه، في قطاعه على فكره بتبقى
تقريبا زي مستطيل او حاجه زي كده، ممكن تقطعي بيها برضو الفينو ويتعمل بنفس الطريقه، بدل ما تقعدي تجيبي السكينه وتقطعي هيبقى سهل معاكي، بس انا ما عنديش القطعه دي. ومع ذلك الفينو بيتقطع سهل جدا ومفيش مشكله معانا. مش ما شاء الله طري وهش من جوه، ومن جوه مش مليان لبابه قوي زي ما احيانا بنعمله. بصوا ما شاء الله بيتفتح ازاي بكل سهوله الكايزر اللي عملناه الطبقتين مع بعض، وبتحشيه وخلاص. بألف هنا وشفا ان شاء الله باذن الله. يا رب تكون وصفه عجبتكم، وصفه مغذيه للولاد، وبجد اقتصاديه، لان 34 رغيف من كيلو دي ولا حاجه طبعا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم ان شاء الله. استنى في وصفات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.